كشف موقع ديلو سبورت الإيطالي أن مهاجم فريق باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي لكرة القدم كيليان امبابي قد يكون مرتبطا بعارضة الأزياء بلاي بوي إينيس راو المتحولة جنسيا. وبحسب الموقع فإن كيليان امبابي 22 عاما وعارضة الأزياء إينيس راو المنحدرة من أصول جزائرية على علاقة منذ عدة أشهر، وتم رصدهما معا لأول مرة في مايو الماضي خلال مهرجان كان السينمائي. تداول العديد من المواقع خبر العلاقة بين امبابي وراو، وانتشرت صور للثنائي عبر منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع. ولدت إينيس راو في باريس عام 1990 لعائلة من أصول جزائرية. ولدت ذكر، لكنها أجرت جراحة إعادة تحديد الجنس في سن 16 بعد أن ألهمتها قصة حياة العارضة الإنجليزية المتحولة جنسيا كارولينا كوزي. وبعد ذلك عاشت كامرأة، لكنها لم تكشف عن هويتها المتحولة جنسيا حتى بلغت من العمر 24 عاما. واكتسبت إينيس راو الشهرة بعد أن أصبحت أول عارضة أزياء تظهر على غلاف مجلة بلاي بوي. يذكر أن والدة بابي تنحدر أيضا من أصول جزائرية، وهي فايزة الأعمار من مواليد 1974 ولاعبة كرة يد فرنسية سابقة. لعبت في الدوري الفرنسي الأول لكرة اليد مع نادي أسا بوندي من أواخر التسعينات إلى أوائل العقد الأول من القرن 21، وكانت تلعب في مركز الجناح الأيمن.